فيلمنا احداثه بتكون في سنه 1850، وبيبدا فيلمنا بانجل واللي بتكون بنت جميله فشخ وشغاله في بيت دعاره، وبيكون كل الرجاله واقفين عند الدعاره علشان يناموا معاها ويعملوا معاها حاجات ما بتحصلش غير في الروايات والحكايات، واللي بتكون تحت مسمى البونجا بونجا. وبتختار لها صاحبه الدعاره واحد علشان يعمل معاها البونجا بونجا، ولما بتخلص معاها دلع بتفضل باصه من الشباك ده وهي سرحانه وبتفتكر ايام طفولتها لما كانت هي وامها منتظرين ابوها علشان يرجع من السفر. وبتكون انجل متحمسه جدا ان هي تشوفه، ولما بيوصل ابوها البيت بيعملها معامله زي الزفت، ولما بتقول له يا بابا بيتعصب منها وبيقول لها ما تقوليليش بابا تاني. فبتتاسف له انجل وبتشكره على الهدايا اللي هو جابها لها معاه، وبيكون ابوها مستغرب من كلامها لان هو ما جابش معاها هدايا اصلا. وبنعرف ان امها هي اللي جابت لها الهدايا، ولكن بتقول لها ان ابوها هو اللي جابها لها، وبتطلب منها امها ان هي تخرج شويه علشان عاوزه تتكلم مع ابوها. فبتطلع انجل بره وبتتصنت عليهم وهم بيتكلموا، وبتسمع امها وهي بتقول لابوها هو انت ليه ما بتعاملش انجل بطريقه احسن من كده. فبيرد عليها وبيقول لها ان هو مش هيربي بنت جايه من علاقه بونجا بونجا غير شرعيه، وبيقول لها كمان انا قلت لك اكتر من مره وانت حامل انك تنزلي الجنين، وانها السبب في معاملته لبنته بالشكل ده. ولما بتعرف انجل ان هي جايه من علاقه غير شرعيه بتطلع بره البيت وبتفضل تعيط، وبتروح لها امها بتقول لها ان المشاكل اللي ما بينها وما بين ابوها ملهاش علاقه بيها. وبنرجع للي بيحصل في الحاضر، وبيخشوا زمايل انجل عليها وبيقطعوا تفكيرها، وبتقعد معاهم وبتحكي كل واحده فيهم عن حياتها من البدايه لحد ما اشتغلت في بيت الدعاره، وبيكونوا فرحانين جدا. وبنتعرف على شاب اسمه مايكل وبيكون في حاله جدا وماشي جنب الحيط، وبيكون عايش في قريه بعيده عن المدينه. ومايكل بيروح الكنيسه علشان يصلي، وبيدعي ان هو يلاقي البنت اللي يعمل معاها البونجا بونجا في الحلال. وبيمشي من الكنيسه وبيروح على المدينه، وهناك مايكل بيشوف انجل بالصدفه، وبيحس انها بنت الحلال اللي كان بيدعي علشان يلاقيها. وبيقابل مايكل شخص يعرف انجل وبيساله عليها، وبيعرف ان هي شغاله في الدعاره وبتعمل حاجات قليله الادب. وبترجع انجل وبتسرح تاني في الماضي، وبتفتكر لما ابوها اتخانق مع امها وانفصلوا عن بعض، وامها باعت كل حاجه معاها علشان مش لاقيه تاكل. وللسبب ده امها بتوافق ان هي تعمل بونجا بونجا مع بتاع المجوهرات علشان شويه فلوس يا رخيصه. وبعد ما الفلوس بتخلص امها بتشتغل بالحلال، ولكن الحلال ما بيتجمعش مع الحرام في سندوتش، وبتموت امها. وبكده بقت انجل وحيده وملهاش اي سند في الحياه، علشان كده الرجاله كانوا بيستغلوها. وللسبب ده كانت انجل ما بتثقش في اي راجل مهما كان. وبنرجع للحاضر، وبتكون انجل مخنوقه وما بترضاش تشتغل في اليوم ده، فبتبعت لها صاحبه الدعاره راجل يضربها ويعذبها لحد ما توافق ان هي ترجع الشغل. وبتستفتح باول زبون واللي بيكون مايكل الشاب بتاع جنب الحيط، وبيقول لها مايكل انا مش عاوز منك حاجه بس انا معجب بيك. فبتضحك على كلامه وبتقول له ان في 4 قبلك قالوا لي الكلام ده، بس مايكل بيكون مصر على كلامه. وبيروح لها تاني يوم وبيقول لها نفس الكلام، فبترد عليه وبتقول له انا زعلانه على فلوسك والوقت اللي انت بتضيعه معايا من غير ما تعمل اي بونجا بونجا. فبيقول لها مايكل ان هو معجب بيها من اول ما شافها، وبيقول لها انا عاوز احررك من المكان اللي بيستعبدوك فيه ده. فبتقول له بطل عبط، انا مستحيل اصدق اللي انت بتقوله ده. وبتقول له كمان مالكش حق انك تتدخل في حياتي الشخصيه. وبيقطع كلامهم واحد من اللي شغالين في الدعاره، وبيقول لمايكل وقتك خلص، وبيطلع مايكل بره الاوضه. وبتسترجع انجل ذكرياتها وازاي وصلت للي هي فيه وهي صغيره. في شخص بياخدها معاه وبيكون لقبه الدوج، وبنعرف ان الدوج ومراته بيكونوا اصحاب بيت الدعاره، وانه اخدها معاه البيت وكان هو ومراته بيعاملوها بكل وحشيه. وفي يوم من الايام قدرت انجل ان هي تهرب من عندهم، وبتروح علشان تدور على شغل لحد ما تلاقي شويه بنات وقالوا لها ان هم هيشغلوها معاهم. وبتمشي انجل معاهم لحد ما يوصلوا للمكان ده، والبنات بيشتغلوا فيها ضرب لحد ما ياخدوا الفلوس اللي معاها. وفي الوقت ده ما بيكونش قدامها حل غير ان هي ترجع بيت الدعاره. وبنرجع للحاضر، وبتكون صاحبه انجل جايه تطمن عليها، فبتحكي لها انجل عن مايكل اللي بيجي لها كل يوم وبيعرض عليها الجواز علشان يخرجها من بيت الدعاره. وبتقول لصاحبتها ان هي مستحيل تثق في اي راجل. فبتقول لها صاحبتها ان هي حتى لو وافقت على عرض مايكل صاحبه الدعاره واللي بيكون اسمها الدوجه مش هتسيبها تمشي من المكان. فبتقول لها انجل ان هي عامله صفقه معاها وسايبه معاها كل الفلوس اللي هي اشتغلت بيها، بمقابل ان هي لما تيجي تاخد الفلوس تمشي من غير ما حد يوقفها. فبتقول لها صاحبتها ان هي بتضحك عليها وان ما فيش حد بيخرج من المكان ده الا لما بيكون تعبان او بيموت. فبتشك انجل فعلا ان يولدوجا بتضحك عليها وبتروح تتكلم معاها، وبتتاكد انجل ان يولدوجا فعلا بتكون ضحكه عليها. وبتقول لها انجل ان هي عايشه الحياه البائسه دي بسببها. فبتخنقها الدوجا وبتقول لها ان لولايا انا كان زمانك انت في الشارع، وبتطردها بره وبتبعت وراها واحد يضربها علشان تتأدب. وفي نفس الوقت بيكون مايكل حاسس بقلق ومش عارف ينام، فبيروح لانجل الدعاره بيشوف اثر الضرب على وشها، وبيقرر ان هو ما يستناش اكتر من كده، وبيحررها بكل الفلوس اللي معاه. وبيروح ليها وبيقول لها انا خرجتك من المكان ده بشكل رسمي، وبيعرض عليها الجواز. فبتوافق انجل وبياخدها مايكل وبيروح البيت. وبتفوق انجل هناك وبتلاقي خاتم في ايديها، وبيدخل على مايكل وبيقول لها ده خاتم امي، قالت لي ان انا اديه لفتاة احلامي. فبتقول له انجل ان هي ما كانتش فايقه لما وافقت على الجواز منه، وانها اول ما تبقى كويسه هتمشي من هنا. لكن مايكل بيقول لها ان الكلام ده غلط وجوازهم ده مش لعب عيال، بس انجل بتكون مصممه على رايها. وبعد اسابيع بتكون انجل في كامل صحتها، وبتصحى ما بتلاقيش مايكل في البيت فبتهرب. ولما مايكل بيرجع ما
بيلاقيهاش، فبيطلع بالحصان بتاعه علشان يدور عليها وبيلاقيها، واول ما يقرب منها بتفضل تضرب فيه وبتقوله ان هو محررها علشان يستعبدها، وبتقوله كمان ان هي عاوزه تمشي من هنا وتعيش حياتها، فبيديها الميه والجاكيت وبيسيبها تمشي، ولكن بيقولها ان ألدوجة ورجالتها مستنيينها على اول الشارع، وان هما لو مسكوها هيرجعوها الدعارة، وبيخيرها مايكل لو عاوزه تفضل معاه ولا ترجع معاهم، ولكن هي ما بتتكلمش وما بتقدرش ترد، فبيسيبها وبيمشي. فبيرجع مايكل البيت وبيلاقيها جايه وراه، وبيكون مايكل محضر لها الغدا وبيعالج الجروح اللي في جسمها، وبتبدا انجل تحس بحاجه من ناحيته، وبتقوله ان هي لسه مش عاوزه تتجوز بس هتفضل معاه لحد ما ترد لي الفلوس اللي هو حررها بيها، وبيعلمها كل اعمال المزرعه، وعلاقتهم بتتحسن يوم بعد يوم، وفي يوم بيكونوا الاتنين قاعدين مع بعض وبيكونوا مركزين مع شروق الشمس، وبيقول لها مايكل ان هو بيحبها ونفسه يقضي باقي عمره معاها، بس انجل بتقوله ان هي عاشت حياه ما حدش يستحملها وكانت بتتمنى الموت، بس بعد ما عاشت معاه ما بقتش تتمنى الموت، بس لسه مش مقتنعه بفكره الجواز، ومايكل بيكون سعيد لانه عارف ان هي بتحبه بس مش عاوزه تقول يا لئيم يا ابن اللئيمه. وبعدها بيدخل عليها المزرعه شاب اسمه بول، يعقل الاسم ده، واللي بيكون جوز اخت مايكل المتوفيه، واللي سافر علشان يشتغل لكنه رجع المزرعه من غير اي فلوس علشان دخل في حاله اكتئاب بعد موت مراته، وعلشان ينساها بيشرب كتير وبيكون مدمن، وبيضيع فلوسه كلها في الشرب، وبيسلم مايكل على بول وبيعرفه على انجل، ولما بول بيشوف انجل بيعرف ان هي شغاله في بيت الدعاره اللي كان بيشرب فيه، ولما مايكل بيروح علشان يعمل حاجه بيقول لها بول انا مش هسيب مايكل يتجوز بنت بنجويه زيي علشان هو متدين، وبيروح بول وبيقول لمايكل ان انجل دي بنت بتاع بونجا بونجا، وبيتفاجئ لما بيلاقي مايكل بيقول له ان هو اللي مساعدها لخروجها من الدعاره وان هي اتغيرت 180 درجه، وبيقول له ان هو لازم يتقبل الموضوع علشان انجل بقت مراته، وبينصحه ان هو يركز في حياته ويخفف شرب ويرجع يشتغل في المدينه تاني، وبيروح مايكل يتاسف لانجل على الكلام اللي قاله بول، بجد الاسم ده مقرف قوي، وبيقول لها ان هو مش بيفكر في الماضي بتاعها، وبيقول لها كمان ان هو عاوز يجيب منها اطفال، فبتفتكر انجل لما كانت حامل في بيت ألدوج ونزل الطفل غصب عنها وقال للدكتور يعمل لها عمليه علشان ما تقدرش تخلف تاني، ونرجع للي بيحصل في الحاضر، وبتقرر انجل ان هي تسيب مايكل علشان مش عاوزه تظلمه معاها، وساعتها بتهرب وبترجع لبيت الدعاره وبتلاقيه اتحرق، تعرف ان الدكه ماتت ولكن الدك لسه عايش، وبتلاقي شخص صاحب دعاره وبيكون عارف ان هي كانت شغاله عند ألدوجة وبيعرض عليها ان هي تشتغل معاه، وبعد فتره بيعرف مايكل ان هي شغاله في الدعاره، فبيروح علشان يجيبها وبيكون غاضب جدا، وبيرجعوا المزرعه تاني، وبتلاحظ انجل ان مايكل بقى شديد معاها وما عادش بيضحك في وشها حتى، فبتحاول تصالحه ولكن ما بتقدرش، فبتقرر ان هي تجرح نفسها علشان يعالجها وتعرف تتاسف ليه. في الوقت ده بتنجح، والاول مره مايكل يحكي لها عن طفولته، وبيقول لها ان ابوه كان تاجر عبيد وكان بيعاملهم بشده، وكان بيغصبني ان انا اعاملهم بشده علشان اطلع تاجر عبيد زيه، بس قررت اهرب في وقتها واعيش كمزارع وانسى الماضي بتاعي، وبيطلب منها ان هي تنسى ماضيها هي كمان، ومع الوقت اتغير سلوك انجل وبقت بتساعده في المزرعه، وبقت متقبله ان هي تكون مراته. وفي يوم بيلاقي مايكل وانجل عائله عربيتهم عطلانه في الطريق، ومرات الراجل ده بتكون هتولد قريب، فبياخدوهم للمزرعه علشان يساعدوهم، وبتقعد العائله دي فتره كبيره عندهم لحد ما الام بتولد، وبيقضوا وقت جميل مع بعض لحد ما بتقرر انجل ان هي تهرب وما ترجعش للمزرعه تاني، وده علشان هي بتظلم مايكل معاها، وده لانها ما بتخلفش، ومايكل بيكون نفسه يبقى عنده طفل منها، وبتسافر انجل لمدينه تانية وبتشتغل هناك طباخه لحد ما في يوم بيشوفها مساعد ألدوج وبيروح على طول وبيبلغ ألدوج، وبتتفاجئ انجل بألدوج قدام المطعم، وبياخدها غصب عنها وبيرجعها لبيت الدعاره الجديد، وبيقول لها ان البيت هنا مختلف عن البيت التاني، وان هو عنده مسرح بتطلع عليه فتاة البونجا بونجا تعمل عرض قدام الزباين، وبيأمرها ان هي تجهز علشان تعمل العرض، وبتشوف انجل اطفال صغيرين وبتعرف ان ألدوج هيستغلهم زي ما استغلها وهي صغيره، علشان كده لما بيجي الليل بتطلع انجل على المسرح وبتفضح ألدوج قدام كل الناس، فبيطلع يكدبها وبينزلها من على المسرح وبياخدها جوه وبيحاول يقتلها، بس المساعد بتاعه بيضربه علشان عارف الحقيقه بتاعته، وبتاخد انجل الاطفال علشان تهربهم، ولما بتطلع بيهم والزباين بيشوفوا الاطفال بيصدقوها، وبيعدموا الدوج في ساحه عامه. بيعدي 3 سنين وبيكون بول رايح المدينه اللي فيها انجل علشان يشتري شويه حاجات، وبيكون متغير 360 درجه، وبيقابل انجل وهي داخله المدرسه، فبيروح يتكلم معاها وبيقول لها ان مايكل لسه اعزب وعنده امل انك ترجعي له تاني في يوم من الايام. بتقول له انجل ان مايكل يستحق واحده احلى مني، بس بول بيقول لها ان مايكل بيحبها هي ومش عاوز حد تاني، وبعدها بتفكر انجل
وبتاخد القرار ان هي تروح لمايكل وبتتأسف ليه على اللي هي عملته وبتعترف له بحبها وبتفهمه اللي حصل وان هي مش هتقدر تخلف. وبتعدي الايام والاسابيع والشهور والسنين وبنشوف انجل ومايكل وهما مع اطفالهم وبنعرف ان انجل ما عملتش العمليه وان الدوب كان بيضحك عليها كل الوقت ده. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو اللي كتبه لنا المبدع محمد نصار واللي سجله ومنتجه نور فوكس اللي هو انا عزيزي المشاهد. وطبعا الجرافيك ديزاينر الجميل اللي عمل لنا الثامبنيل اللي لفت نظرك ده عزيزي المشاهد بيكون احمد عاطف. اتمنى عزيزي المشاهد انك تعمل لايك للفيديو علشان تشجعنا ان احنا نستمر في النشر وتعمل شير للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس وتقول لي تحت في الكومنتات تحب المره الجايه نلخص لك فيلم ايه وايه رايك في قصه الفيلم ده. ويا ريت بقى لما تيجي ترشحوا افلام بلاش الافلام اللي فيها بونجا بونجا كتير عشان بتبقى قلة الادب بزياده. واسلك بقى عزيزي المشاهد، سلام.